السلام عليكم. ايه اللي بيحصل في المنظرة؟ في ايه في المنظرة؟ صورنا من كام يوم او الاسبوع اللي فات طريق البحر الكورنيش في منطقة المنظرة، وشوفنا قد ايه الطريق بقى جميل ومنظم وواسع بعد التوسعة والتطوير الاخير، وكنا فرحانين جدا بجمال الطريق ورجوع اسكندرية جميلة تاني زي طبيعتها وزي ما احنا متعودين عليها. لكن هنلاقي في وسط ده كله منتهى التناقض. تناقض فين؟ في نفس المنطقة وفي نفس الشارع وفي نفس الطريق نبقى فيه جزء واخد اهتمام كبير جدا وتطوير وشغل وتعب وشغل جامد جدا، ونفس الطريق الناحية التانية ما نلاقيش فيه حتى كشاف نور او نلاقي فيه عمود اضاءة شغال. ازاي؟ مش عارفة. عشان كده بقول لكم ده منتهى التناقض. احنا حاليا على طريق الكورنيش من بره، تعالوا نكمل نفس الطريق ده واحنا داخلين على المنتزه وعلى كوبري المنظرة وميدان المنظرة، ونشوف الطريق عامل ازاي. وهنا احنا جنب سور المنتزه قصاد الشيراتون. بصوا الشارع، بصوا حتى العمود اللي جنبنا مفيهوش لمبة منورة. الشارع ضلمة جدا جدا، مفيش ولا عمود فيه منور. شايفين الرصيف الجزيرة اللي في النص اللي عليها النخل الكتير ده، كل النخل ده تحته أعمدة إنارة، مفيش ولا عمود فيهم منور. والجنب اللي ناحية سور المنتزه برضو مفيش ولا عمود منور. الإضاءة الوحيدة اللي في الشارع المحلات والمطاعم اللي الناحية التانية على الجانب التاني، الوحيدة دي اللي منورة، اللي انتوا شايفينها كده في الفيديو اهي. والعربيات هي منورة كشافتها عشان تقدر تعدي زي ما احنا شايفين. بصوا الضلمة مش ممكن. بصوا بقى طريق الكورنيش بقى الناحية دي واحنا واقفين من ناحية المنتزه، والباص السياحي واقف، وطريق المفروض ان هو طريق حيوي ومهم، والمفروض على بعد 100 ولا 200 متر في شغل في كوبري المنظرة. يعني ده أدعى ان يكون في نور قوي علشان الناس داخلة على منطقة عمل ومنطقة شغل جامدة. مش فاهمة ده ايه، انا مش فاهمة بجد ده ايه. بصوا الناحية التانية، بصوا بقى هنا طريق الكورنيش والأعمدة قد ايه منورة وجميلة وشكلها حلو وبتاع، وهنا حتى الأعمدة ما فيهاش لمبة. وده مش حاجة عايزة شغل جامد ولا تحرك جامد، دول شوية لمض هنحطهم في الأعمدة، شوية لمض، شوية صيانة. ما بنلحقش نفرح بحاجة حلوة في اسكندرية، نلاقي حاجة اتصلحت وحاجة جنبها على طول بايظة. تعالوا كمان ندخل على ميدان المنظرة ونشوف اللي حصل فيه. بصوا بقى ده طبعا كوبري المنظرة بعد ما اتهد نصه ولسه فاضل النص التاني. الجزء اللي اتهد نصه طبعا بيتشال منه الاسفلت وبيترفع المنسوب بتاعه وكده، في شغل طبعا ومقفول. والجزء التاني اللي ما اتهدمش العربيات بتعدي من تحته والناس وكده وتعدي الناحية التانية. والطريق البديل هو اللي شغال حاليا للي جاي من على طريق الكورنيش، من على البحر، من على المنشية، وكمان اللي جاي من عبد الناصر من الناحية التانية. بصوا بقى الميدان هنا ما تقدرش تقف. بصوا الناس واقفة، العربيات يعني مش سامحة لحد حتى يقف يستنى مشروع يركبه. هنا المشاريع اللي رايحة أبو قير، بصوا اللي هم المفروض بيحملوا من المنشية. يعني أتحداك تقف على طريق البحر ولا طريق الكورنيش ويركب أبو قير، مش هتلاقي، مستحيل. ده انت بتلاقي المنظرة بالعافية. يعني هم المفروض يحملوا من المنشية أبو قير، لا هم يعني ممكن بيتفضلوا عليك، ممكن يحملوا المنظرة يعني
هُم مش هياخدوك بقى من المنشية لحد أبو قير ب10 جنيه زي ما التسعيرة موجودة، لأ هُم بيقسموا الطريق 3 أو 4 محطات، ولو ودّاك المنظرة ياه! ده عمل فيك واجب يعني. بُصّوا بقى، بُصّوا الزحمة، تكاتك هتلاقي، مشاريع هتلاقي، موتوسيكلات هتلاقي، كل حاجة موجودة، حتى الرصيف اللي ورانا اللي إحنا واقفين أهو بنصوّر من عليه زحمة جدًا ما تعرفش حتى تعدّيه، من كتر الإشغالات والفروش والناس يعني ما أعرفش وضع مش طبيعي، مكان حيوي زي كده وعندنا شغل في المترو وعندنا هدم الكوبري والكلام ده، يبقى الزحمة بالطريقة دي؟ نتمنى إن بعد ما يخلص هدم كوبري المندرة إن ننظم الزحمة دي ونشوف موقف لمشاريع أبو قير يبقى قريب من المنطقة وما يبقاش جوه الميدان. إحنا كسكان اسكندرية مع التطوير ومع المشاريع الجديدة في البلد وبنستحمل عشانها كتير، لكن ما يبقاش التطوير في جزء في نفس المنطقة والجزء التاني مهمل بالطريقة دي. أتمنى إن الحال يبقى أحسن من كده والطريق يتطور أحسن من كده، وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. أتمنى أكون فدتكم ووصلت لكم الصورة كاملة، وما تنسوش لو مهتمين باسكندرية وكل أخبار اسكندرية اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.